محمود. استاذ محمود السلام عليكم. من اسكندريه. وعليكم السلام. السلام عليكم. والله انا حقيقي مستمتع جدا بالحوار الشيق اللي بين حضرتك والاستاذه نشوى الحوفي، وحاسس ان انتوا فعلا رغم ان بيقولوا دايما النخبه حاجه بعيده عن الناس، ان انتوا فعلا احنا منكم وانتم مننا. الحقيقه الحوار شيق، الموضوع جميل، الفكر متقارب. انا كنت اتمنى اشوف رئيس جمهوريه مصر الجاي يا الاستاذ معتز عبد الفتاح، يا حد زي الاستاذ معتز عبد الفتاح. ده انت فاهم الموضوع غلط خالص، انت واخد فيها مقلب ضخم جدا يا استاذ محمود. معجبين بحضرتك جدا. ربنا يكرمك. عامل مداخله يعني حارس مرمى منتخب مصر، حارس مرمى منتخب مصر فبيع حاجه. والحقيقه لا، هو لازم يبقى شد، يعني خلينا المرحله الجايه يبقى حد من الاثنين، انما لازم المرحله اللي بعدها يبقى شاب من الشباب. الثوره اللي عملتوها، انا عندي 60 سنه، بعتبر نفسي شاب لسه. شاب يمكن شكلا او موضوعا احتمال، بس انا شايف انه المرحله القادمه بعد الاربع سنين الجايين يبقى شاب من الشباب اللي كانوا مشتركين في ثوره 25 والموجه الثانيه بتاعت 30، لانه الشباب ليهم رؤيه اوضح كتير من الناس اللي كبروا زينا، شايفين الشارع بشكل اخر. حضراتكم شايفين وليكم رؤيه، اولادكم الصغيرين فريده ما شاء الله بنت الاستاذه نشوى حاجه هايله. انا عندي 4 بنات وولد بنفس الشكل، صحيح انا بناتي اكبر شويه، انما البنات والولاد حقيقي بيأسرونا، وانا ما عنديش حد في تعليم خاص ولا تدريبي، وبحترم جدا الاستاذه نشوى الحوفي قالت يا ريت يكون كل مدارسنا راهبات. الحقيقه عندها حق. انا ممكن ارد عليك بس يا استاذ محمود في حاجه. موافقاك فعلا ان الزمن اللي جاي مش بتاعنا، الزمن اللي جاي بتاع الشباب، بشرط واحد بس، شرط واحد، تأهيلهم كويس. يعني دايما احنا نقول، ومعايا كمان معتز عاش بره فهيأكد لنا المعلومه دي، دايما نقول كاميرون تولى رئاسه الوزاره في بريطانيا وهو عنده مش عارفه كام سنه، اوباما تولى رئاسه امريكا وهو عنده حاجه و40 سنه، كلهم اربعينات. ايوه، ولكن السؤال هل مر الشباب في مصر بما مر بيه كاميرون واوباما من خبرات مجتمعيه وسياسيه؟ تمرين في التطوع، تمرين في قلب الاحزاب، بس احزاب جاده، تمرين في قلب المجتمع وحل التنميه. يعني